السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. متنسوناش طبعا بدعوة حلوة منكم، وما تنسوش اخواتنا في فلسطين وغزة، ربنا ينصرهم بإذن الله نصر عزيز مقتدر. هنعمل بقى النهاردة وصفة حلوة قوي قوي وكلنا بنحبها، وخصوصا الأطفال، وبنشتريها من بره غالية. طب ليه؟ احنا ممكن في البيت نوفر وندبر ونعملها بأقل التكاليف. معانا ايه النهاردة؟ معانا الكنافة بالقشطة الأصلية والكاسترد. مش هقول لكم كمان بقى القشطة الكدابة، لا، المرة دي بقى قشطة أصلية حقيقية. تمام، خليكم معانا وشوفوا الفيديو هيمشي ازاي. احنا معانا هنا نص كيلو لبن. تمام. ماما حطت عليه كيسين الكاسترد، كيس كاستر صغير قوي. بتجيبي الكيسين وبتفضيهم على نص كيلو اللبن، وبنفضل نقلب نقلب فيهم. اهم حاجة اللبن ما يكلكعش مننا بالكاستر، عشان لو كلكع مش هنعرف نفرده في صينية الكنافة. بنفضل نعمل فيه ونحط السكر على حسب الرغبة، كل واحد على حسب ما بيحب الحلو بتاعه. تمام. طبعا هنا الكوبايه الزرقاء اللي انتوا شايفين ماما بتفضي منها دي قشطه كانت عندها في الفريزر، قشطه بلدي من اللبن الجاموسي. لما بتيجي تغلي اللبن بنشيل القشطه وتحوشها ماما عشان الحلويات، عشان لو هتسيح سمنه كده. بنفضل نحط فيها كده لغايه ما تدوب معانا حبه ونلاقي ريحتها طلعت وبانت. تمام. كنا هنا ماما كانت مجهزه الكنافه على جنب وعاملاها فرقاها ودعكاها بالسمنه البلدي طبعا، احلى سمنه تاكليها مع الكنافه. وبنفضل نقلب نقلب فيها الكنافه ونفرك فيها. زي ما انتوا سامعين ماما كده بتقول لكم، اهم حاجه الكنافه يا تبقى بايته يا نحطها في الفريزر على الاقل 3 4 ساعات عشان تتفرك معانا وتبقى مفروكه وصغيره. بنبدا بقى ايه، نبدا راق تحت من الكنافه بالسمنه المفروكه، وننزل بالقشطه بتاعتنا والكاسترد واللبن، ونفرد طبقه حلوه كده مليانه. واهم حاجه نوسع كده في الطبقه عشان ما يبقاش فيه جنب فيه كاستر وجنب مفروش. نوسع على قد ما نقدر، وننزل بالرق التاني بالكنافه ونكتمها حلوه قوي عشان تبقى مظبوطه والخلطه تطلع ايه بحلاوتها. هندخلها الفرن على درجه حراره 180. اول ما تحمر بسرعه نطفي عشان ما تنشفش وتتحرق. على جنب بقى بنكون مجهزين الشربات، كوبايتين سكر مع كوبايتين الميه لحد ما يقعد. بننزل بكيس الفانيليا وبننزل بنص الليمونه، وبس كده يبقى الوصفه بتاعتنا خلصت. وبنسقي بيها الكنافه عشان تطلع طريه وحلوه معاكي. تعملي معاها شربات العسل لو الكنافه بارده، شربات سخن. لو الشربات سخن يبقى الكنافه بارده. اهم حاجه عكس حاجه، ما تعمليش الاتنين سخنين او الاتنين باردين. اهم حاجه سامعين الاصلي سمنه بلدي. هي طبعا عشان متربيه على السمنه البلدي عايزانا كلنا نعمل كله بالسمنه البلدي. عملت لنا احلى صينيه كنافه في الدنيا ناكلوها من ايد ست الكل. تمام، بالهنا والشفا على قولهم يا عبودي. تمام. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد. عيد سعيد وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب تكونوا بخير واولادكم بخير، وربنا يخلي لنا ست الكل ويخلي لكم امهاتكم يا رب. تمام. وعيد سعيد وكل سنه وانتم طيبين. متأخرة شوية بس على بال ما الفيديو ترتب واتعمل. يلا نسيبكم في امان الله، وما تنسوناش بدعوة حلوة، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وتصلوا بينا على الحبيب عشان قلبك يطيب. وما تنسوش يا جماعة اخواتنا في غزة، ربنا ينصرهم بإذن الله نصر عزيز مقتدر، ويرحم موتانا ويشفي مرضانا ويرفع البلاء يا رب. مع السلامة، نسيبكم السلام عليكم ورحمة الله.